قبل ما نتكلم في ادله تحريم الموسيقى والغناء اللي الفاحش دوت، ساتيك باقوى دليل. اقوى دليل. ما هو اقوى دليل على هذا الامر؟ انت اقوى دليل. قال النبي عليه الصلاه والسلام: والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. هات بقى فتاوى زي ما انت عايز، جادل زي ما انت عايز، واضحك على نفسك زي ما انت عايز، لكن بيني وبينك ان تفعل الاتي. قول معايا: اللهم احشرني مع المغنيين. قول امين. يلا حد يقول امين ليه؟ اللهم اختم لي بسماع الغناء. قول امين. مفيش حد يقول امين ليه يا اخوان؟ اللهم اختم لي بسماع القران. الله ينور. كلكم قلتوا امين. اشمعنى؟ لو القران حلال والغنى حلال ما قلتوش امين ليه في الاولانيه؟ انت مفتي نفسك. شلك استفتي قلبك. كل قلوبكم رغم اختلافها كلها اتفقت على ان ما ينفعش اقول امين في ايه؟ ما ينفعش اقول امين كده. ما انا جيت لواحد قلت له لا قول اللهم احشرني مع المغنيين. قال الله يكرمك يا شيخ، احنا مش ناقصه. احنا ناقصين، احنا ماشيين مزوقين جنب الحيط، ناقصه مغنيين. ما اقدرش اقول اللهم توفني وانا اسمع الغناء، ولا يقدر واحد يقولها. اتخن واحد يجاب لك ما يقدرش يقول الدعوه دي، ولا يقدر يقول اللهم احشرني مع المغنيين. مش ممكن. لو كنت شايفهم صح ما تقولش الدعوه دي ابدا. انت شايف سوء خاتمه مرتبط بالامر دوت. اللي بيسمع القران يموت ازاي، وبيسمع الغناء بيموت ازاي؟ فانت مفتي نفسك. محمد بن القاسم تلميذ الامام مالك، واحد جاله برضه ايه جادل كده، قال له الغنى حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ قال له تعالى، قال له اذا جاء يوم القيامه وجاء الحق والباطل ايكون الغناء مع الحق ام مع الباطل؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل. قال: رايت لو جيء بالجنه والنار اين يكون الباطل، في الجنه ام في النار؟ قال: الباطل يكون في النار. قال: لقد افتيت نفسك فاذهب. شكرا، ما تسالنيش تاني. تقدر تجيب لنا جيتار وتقعد تعزف جوه المسجد؟ لا يا شيخ الله يكرمك، حرام نعزف جوه المسجد. طب بره المسجد تفرق ايه؟ انت ما تستحملهاش، تستعظم ليه؟ تستعظم الامر دوت. فاقوى دليل انت استفتي قلبك. من كل المعايير اللي انا قلتها دي هتطلع انك انت عندك يقين ان الاغاني ان الموسيقى دي حرام.